السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبتدي أي كلام صلى على سيدنا محمد، ومتنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا النادي الأهلي بفضل الله عز وجل كسب، وبنسبة 99% الأهلي في دور النهائي. طيب يا عمنا، الحمد لله فضل من ربنا ومكسب مهم جدا، ولازم جمهور الأهلي يكون مبسوط وفرحان. ولكن عندنا مشاكل مهمة جدا جدا جدا. بعض الناس قالت طب يا عم انت المفروض نفرح وخلاص وهنلعب نهائي ومش عارف ايه. طب ما احنا عندنا نهائي، مش عايزين الاخطاء دي تتكرر تاني في النهائي. على سبيل المثال هتقول لي اليوم كان حلو، انت جاي تعكنن علينا. لا، انا مش جاي اعكنن عليك قد ما جاي افوقك. النادي الاهلي بفضل الله عن طريق بيرستاو هدف مهم، وفي بدايه المباراه غير شكل المباراه، ادى الاهلي اريحيه بشكل كبيره جدا. لكن نرجع للحلقه اللي فاتت، قلت لك ان الترجي فرقه اقل من ان هي توصل للمرحله للدور قبل النهائي، ولكن وصلت عن طريق الصدفه، عن طريق مجموعه. انا شايف من وجهه نظري كان المفروض الزمالك يكون هو اللي متواجد، ولكن قدر الله ما شاء فعل. اللي انا عايز اوصله للناس ان النادي الاهلي عنده مشكله كبيره جدا، وهي مش عارف، انا مش فاهمها. هو انا اللي انا فاهمه ان في استهتار، ان في نوع من انواع التراخي، ان في مدير فني شخصيته مش قويه، ولكن مدير فني عنده كوره كويسه جدا، راجل فاهم كوره من الاخر، رادع كوره. هتقول لي ليه يا عم بتقول الكلام ده؟ هقول لك ان كهربا في الدقيقه 26 بعد هدف بيرستاو الاولاني، بيرستاو عمل له تمريره هو والجون. الراجل رايح في ماتش بنلعب في رادس، الكرة المفروض يخلصها لعبها تشيب. وعندك كرة تانية في الدقيقة 84 تجننك. محمد شريف لعبها على طول لطاهر محمد طاهر. بص كده الكرة معايا، ادي محمد شريف طلعها على طاهر محمد طاهر، طالع له الكندوسي على شماله ومحمد فاتح له على يمينه. المفروض ادي طاهر هو واقف على الكورة، اطلعها بقى على طول لمحمد شريف. خلاص الاهلي جاب الرابع وارتحنا والدنيا بقت حلوة. انا مش عارف، بص الراجل طاهر طلع الكورة بشكل، يعني ده لو هو عارف ان في مدير فني بره هيعاقبه ما كانش طلع الكوره بالشكل ده. طبعا احمد عبد القادر بعد المشاكل، بعد كميه المشاكل اللي عاملها في النادي الاهلي دي، ولكن هاجي اقول لك بص الراجل بيعاقبه وبينزله في الدقيقه الاخيره من اللقاء. وبص احمد عبد القادر ماشي بالكوره ورايح، ونفس الكوره بتاعت طاهر محمد طاهر في الدقيقه 92، ولكن احمد عبد القادر بيطلع الكوره بشكل، انا مش عارف. انا هرجع اقولها برضو ان دي شخصيه المدير الفني. المدير الفني اللعيب اللي في الملعب لو عارف ان المدير الفني هيعاقبه وهيديله على دماغه بره على الدكه، صدقني والله كان مانويل الجوزيه، وانا بقولها والكلام ده انا شفته في قلب الاستاد. كان مانويل الجوزيه بيقعد محمد ابو تريكه، كان بيقعد عماد متعب، كان بيقعد احمد حسن، ما كانش فيه اسم اكبر من النادي الاهلي. ولكن انا بتكلم، مش عايز افسد فرحه النادي الاهلي بالتاهل، ولكن عشان نتعلم من اخطائنا، لان النهائي هيبقى صعب جدا سواء كان قدام الوداد او كان قدام سان داونز. وبس كده يا سيدي، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.